طيب الله أوقاتكم بكل خير. نشرة الأخبار من الفضائية الإريترية، معكم فيها شهاب الآية والمستهل بأهم وأبرز العناوين. وزراء خارجية إريتريا وأثيوبيا والصومال يقومون بزيارة عمل إلى جيبوتي. إشارة زوار المهرجان الوطني بالعروض المقدمة. انخفاض نسبة الجرائم بمديرية لونكو عسبة. إعادة فرض حظر التجول بالبصرة. تقدم مفاوضات نافتا بين كندا والولايات المتحدة. وأمريكا تتهم كوريا الشمالية بشن هجمات إلكترونية. مرحبا بكم. التقت اللجنة العليا المشتركة المكونة من وزراء خارجية إريتريا وأثيوبيا والصومال والتي تقوم بزيارة عمل رسمية إلى جيبوتي، التقت برئيس جمهورية جيبوتي السيد إسماعيل عمر قلة. ولدى استقباله اللجنة المشتركة في مكتبه، عبر الرئيس إسماعيل عمر قلة عن شكره للرئيس إسياس أفورقي للمبادرة التي اتخذها، مؤكدا استعداد بلاده للمصالحة وإعادة العلاقات إلى وضعها الطبيعي. كما أشاد بالدور الذي لعبته أثيوبيا والصومال لتشجيع الدولتين. وبعد أن أبلغ الوزير عثمان صالح تحيات الرئيس إسياس أفورقي وتمنياته الطيبة للرئيس إسماعيل عمر قلة، قال بما أن هذا الوقت هو وقت سيادة السلام في القرن الأفريقي، يجب أن يشمل السلام الجميع. وفي الختام توصل الجانبان لاتفاق يقضي بأن يقوم البلدان بمواصلة التشاور وتبادل الزيارات بصورة مستمرة. وكان في استقبال أعضاء اللجنة العليا المشتركة لدى وصولهم مطار جيبوتي الدولي وزراء الخارجية والعدل والدفاع في جمهورية جيبوتي. وتأتي زيارة اللجنة المشتركة التي تضم الوزير عثمان صالح والوزير وركنيه قبيه والوزير أحمد عيسى عوض إلى جيبوتي، تأتي كبادرة أولى للجنة العليا المشتركة التي تكونت إثر توقيع البلدان الثلاثة اتفاقية التعاون الشاملة في أسمرة في 5 سبتمبر، وتهدف إلى تعزيز السلام والأمن الإقليمي. أشار زوار المهرجان الوطني لعام 2018 بأن العروض التراثية المختلفة المقدمة في أرض المعارض بالإكسبو تعكس بصورة مطلوبة أسلوب حياة وهوية الشعب الإريتري. جاء ذلك بحسب استطلاعات لآراء المواطنين أجرته وكالة الأنباء الإريترية إيرنا. العروض التراثية التي اشتملت على فقرات وفواصل مختلفة تبرز الطقوس المتبعة في مختلف المناسبات والاحتفالات، تركت انطباعا فريدا من نوعه بفضل إعدادها بشكل منظم ومدروس، وهو ما سيساهم في عملية توريث القيم للأجيال بحسب زوار المهرجان الذين ناشدوا إلى العمل بتعزيزه وتوسيعه في السنوات المقبلة. وأضاف الزوار بأن تنظيم مثل هذه العروض على شكل مسابقات رفع من مستوى التحدي والمنافسة بين الأقاليم، وكان سببا رئيسيا في تقديمه بصورة جذابة وذات مضمون عميق. يذكر بأن المهرجان الوطني لعام 2018 الذي يقام تحت شعار السلام للتطور المستدام سيختتم فعالياته يوم غد السبت 8 سبتمبر بحفل رسمي يتم فيه توزيع الجوائز للفائزين. أسهمت السمينارات القانونية وحملات التوعية التي تنظم بين أفراد الشعب في خفض نسب ارتكاب الجرائم والمخالفات القانونية بمديرية لوغو عنسبة بإقليم القاش بركة. جاء ذلك خلال السمينارات التي جرت بين قائد مركز الشرطة بمقركة ملازم ساني شاوش واللقابر بالسكان ضواحي مديريات دبري عدهنس مقركة عدنان وعدي نأمن في الفترة من 27 من أغسطس الماضي إلى 4 سبتمبر. وشرح الملازم ساني شاوش واللقابر بأن ارتفاع وعي السكان بالقوانين والعلاقة البناءة التي تجمعه مع الشرطة يساعد في انخفاض الجرائم المرتكبة والمخالفات، مؤكدا بأن المديرية تشهد من حين لآخر ظهور بعض حوادث الجريمة، وأن الحل الأمثل للسيطرة على هذه الجرائم هو تعاون الشرطة والشعب. بدوره نوه مسؤول مكافحة الجرائم بمركز شرطة مديرية مقركة السيد ديل تخلي إلى أن إعادة الممتلكات الضائعة إلى أصحابها وتبليغ الأفعال الخارجة عن القانون لجهاز الشرطة
ينبغي أن تغرس كأبرز القيم المجتمعية، مناشدا أولياء الأمور لصقل أبنائهم بالسلوك والقيم الحميدة. وأشار المشاركون من جهتهم بضرورة تنظيم مثل هذه اللقاءات بين الشعب والشرطة في المستقبل لفوائدها الجمة، منادين لفتح خط مباشر للتواصل وتبادل المعلومات. وعلم بأن مثل هذه اللقاءات التشاورية بين الشرطة والشعب ستستمر في بقية القرى والبلدات بمديرية لوغو عانسبا. نظمت في ضواحي أوهنة ومندفرة وعدي لجين ودرعا في مدينة عد قيح انتخابات مدراء الضواحي والمدراء التنفيذيين ولجان القرى. وألقى مدير المديرية سيد هابتاي تسفازجي كلمة في المناسبة ذكر فيها المدراء المنتخبين لتنفيذ المسؤولية التي حملهم إياها الشعب بإخلاص وتفاني، ولعب دور كبير في التطور التنموي. وأكد المنتخبون جاهزيتهم وتفانيهم لخدمة الشعب، مناشدينه لإبداء التعاون معهم. وعلم بأن الانتخابات ستستمر في الضواحي 17 المتبقية. يقوم المزارعون النموذجيون بعد نأم في مديرية لوغو عانسبا بجهود حسيسة لحفظ المياه والتربة والارتقاء بمستوى إنتاجهم الزراعي، وذلك لسد احتياجات الأسواق المحلية بالمنطقة. وبحسب تصريحات مدير مديرية لوغو عانسبا السيد فرزجي تلا لوكالة الأنباء الإريترية إيرنا، فإن جهود المزارعين النموذجيين في ضواحي الشتامو ودعارينا ولمن تربن مكنت من جني حصاد وفير يغطي احتياجات السوق بالمنطقة، ويذهب جزءا منه إلى أسواق العاصمة أسمرة، مشيرا إلى أن محاصيل الطماطم تزرع على مدار العام. وأشارت السيدة إلسا روستوم مسؤول التنمية الاقتصادية في المديرية بدورها أن خريف هذا العام كان أفضل من العام السابق، وهو ما وفر فرصة أكبر للمزارعين، مشيدة بالجهود التي ظلوا يبذلونها. يشار بأن 167 مزارعا نموذجيا ينشطون بعدن أمن، حيث بدأوا أعمالهم في مجموعات من خلال قرض حكومي تلقوه، وهو عبارة عن مولدات مائية. مشاهدينا الأفاضل، فاصل ثم الأنباء العالمية. على الصعيد العالمي قتل محتج وأصيب 14 في تجدد للاحتجاجات العنيفة بمدينة البصرة النفطية في العراق بحسب ما قالت مصادر أمنية وطبية. وأعلنت قيادة عمليات البصرة إعادة فرض حظر التجول حتى إشعار آخر على أن يسري ذلك على الفور. واحتشد مئات المتظاهرين العراقيين مجددا أمام مبنى مقر محافظة البصرة، وقد تعرض المبنى الحكومي لاحتراق جزئي انتشرت على إثره قوات الشرطة بكثافة حول المتظاهرين. وكانت الحكومة العراقية في بغداد قد أعلنت حظرا للتجول ألقته السلطات في البصرة قبل بضع دقائق من دخوله حيز التنفيذ. وطلب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر مجلس النواب العراقي بالانعقاد قبل يوم الأحد المقبل في جلسة متلفزة لبحث الأزمة في البصرة. وكان العمل في ميناء قصر الرئيسي توقف عقب اندلاع اشتباكات عنيفة بين محتجين وقوات الأمن في مدينة البصرة. أعلنت وزيرة الخارجية الكندية كريستيا فريلاند أن المفاوضات التي تجريها في واشنطن للتوصل إلى اتفاقية جديدة للتجارة الحرة في أمريكا الشمالية نافتا أحرزت تقدما، لكنها حذرت في الوقت نفسه من أن الأمور مرهونة بخواتيمها. وقالت فريلاند في ختام مباحثات طويلة أجرتها في واشنطن مع الممثل الأمريكي للتجارة روبرت لايتزر إن لا اتفاق على شيء إذ لم يتم الاتفاق على كل شيء، مشددة في الوقت نفسه على أن المحادثات سادتها أجواء ودية وأن التوصل لاتفاق ممكن حتما. وكان رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو أكد سابقا أن بلاده لن تتزحزح عن ثوابتها في المفاوضات الجارية بينها وبين الولايات المتحدة على اتفاقية تجارية جديدة تشمل أيضا المكسيك، محذرا من أنه لن يوقع على أي اتفاق لا يتضمن آلية لتسوية النزاعات التجارية ويحمي القطاع الثقافي في بلاده.
والأسبوع الماضي اصطدمت المفاوضات بين واشنطن وأوتاوا حول تحديث اتفاقية التبادل الحر في أمريكا الشمالية نافتا بتشدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي رفض تقديم أي تنازلات، مما دفع الطرفين لإرجاء المحادثات لبضعة أيام. اتهمت الولايات المتحدة كوريا الشمالية بأنها شنت أكبر هجمات إلكترونية في السنوات الأخيرة وقع ضحيتها مئات الآلاف من الأشخاص في العالم وأدت إلى اختفاء ملايين الدولارات. وعلى الرغم من تحسن العلاقات بين المسؤولين الأمريكيين والكوريين الشماليين، واصلت الولايات المتحدة تحقيقاتها في قرصنة استديو سوني في 2014 والبرنامج الخبيث وان كراي والهجوم على المصرف المركزي لبنغلاديش، ونسبت كل هذه الهجمات إلى مجموعة من القراصنة المرتبطين ببيونغ يانغ. وفي إطار هذه القضايا أعلنت الولايات المتحدة اتهام باراك جين هيوك، وهو مبرمج معلوماتي يعمل لشركة مرتبطة بأجهزة الاستخبارات العسكرية الكورية الشمالية، بتهمة المشاركة في عمليات احتيال إلكترونية، وهي تهمة يعاقب عليها القانون بالسجن لمدة قد تصل إلى 20 عاما كما ورد في وثائق قضائية. وتقول وزارة العدل الأمريكية أن عملياتهم التي جرت انطلاقا من كوريا الشمالية أو الصين أدت إلى خسائر بمئات الملايين إن لم تكن مليارات الدولارات في جميع أنحاء العالم، إضافة إلى الملاحقات القضائية. وفي النبوء الأخير تمكن رجال الأطفاء في ولاية كاليفورنيا من السيطرة على حريق آبات استعر في غابة شاستا تريتني الوطنية بولاية كاليفورنيا، وذلك بمساعدة الرياح الهادئة. وأظهر صورا بثتها وكالة الأنباء الفرنسية حجم الأضرار التي خلفتها الحرائق، وقد أتت على عدد من السيارات والأشجار والمنازل التي تم تدميرها تماما جراء النيران الشديدة التي شهدتها المنطقة. وأعلنت دائرة الإطفاء في كاليفورنيا نجاح عمليات إخماد الحرائق المستعرة في أنحاء عدة من الولايات الأمريكية، مؤكدة أن الحريق المندلع في مندوسينو كومبلكس دخل تاريخ كاليفورنيا بوصفه الحريق الأكثر تدميرا في الولاية. نهاية النشرة، شكرا لكم على حسن المتابعة.